إن الطريق الذي رسمه الله عز وجل لعباده المؤمنين هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا محيد للمؤمنين عنه ولا مخرج لهم منه، إن كانوا حقا يسيرون كما أمرهم ربهم جل وعلا. فلن تكون تابعا حقا له صلى الله عليه وسلم إلا إذا سرت على ما سار عليه ودعوت إلى ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أو تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فسنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه منار ينير الدرب للتائهين في لجج الظلام العتيم، لا سيما في زمن الغربة الثانية التي نعيشها الآن، وتهدي الحائرين الباحثين، وتبقى هذه السنة حجة على الجاحدين المعاندين. أناس يتيهون وآخرون يضلون ولا يجدون طريقا يسلكون، إذ أنهم على غير هدي المصطفى يسيرون، فهل استجابوا له وأطاعوه، فإن فعلوا لسقاهم شربة هنيئة بعدها لا يظمأون. قال أبو عبد الله الحاكم في القوم الذين يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، قال: هم قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمعوا أهل البدع والمخلفين بسنن رسول الله، فعقولهم عقول أصحاب السنة بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة. تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حضورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل البدع والإلحاد بأسرها أعداؤهم.